أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الأخبارية، وهذا أبرز عنوانها: الحكومة تطلع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب ودولة أوروبية. اطلع مجلس الحكومة المغربي على اتفاقية جديدة تخص الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وإيطاليا. وقدمت هذه الاتفاقية مع مشروع قانون رقم 38.42 للموافقة عليها من قبل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة. تهدف هذه الاتفاقية التي وقعت في روما يوم 27 من مارس 2024 إلى تسهيل حركة المرور بين البلدين من خلال اعتراف كل دولة برخص السياقة الصادرة عن الدولة الأخرى، بشرط أن تكون سارية الصلاحية وغير مؤقتة. وفقاً للاتفاقية، سيتمكن حامل رخصة السياقة من قيادة المركبات في الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداءً من تاريخ حصوله على الإقامة، كما سيتمكن من استبدال رخصته دون الحاجة لاختبار نظري أو عملي، باستثناء السائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيخضعون لاختبار تطبيقي. هذا الاتفاق يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين المغاربة والإيطاليين المقيمين في كل من البلدين، وتبسيط عمليات استبدال رخص السياقة.